صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا. نفديك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. صلى عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده مشيئة الله تعالى هنعمل مع بعض طريقة جميلة للسمسمية. كل سنة وانتم طيبين. مولد النبي على الأبواب. تعالوا واحدة واحدة نعمل مع بعض السمسمية حلاوة المولد. تعالوا نسمي بسم الله وندخل الفيديو ونسوي زي طلعنا الوصفة الجميلة مع بعض بكل بساطة في البيت. تعالوا نسمي بسم الله وندخل الفيديو. ورحمة الله وبركاته. النهارده مشيئة الله تعالى هنعمل مع بعض طريقة جميلة للسمسمية. كل سنة وانتم طيبين. مولد النبي على الأبواب. تعالوا واحدة واحدة نعمل مع بعض السمسمية من حلويات مولد النبي. تعالوا نسمي بسم الله وندخل الفيديو. المقادير معانا واحدة واحدة. احنا معانا كوبايتين سكر، قصادهم كوباية مية، قصادهم نص كيلو سمسم، نص ليمونة، نص معلقة بيكنج باودر، رشة فانيليا، معانا 3 معالق عسل جلوكوز. تعالوا واحدة واحدة نبدأ الطريقة مع بعض. بسم الله ونبدأ الطريقة مع بعض. أول حاجة هننزل بكوبايتين السكر. هنسمي بسم الله عليهم كوباية المية. يعني احنا كنا كوبايتين سكر يبقى نصهم ميه، يبقى كوبايه ميه قصاد كوبايتين سكر. عليهم عصره ليمونه، عسل جلوكوز. عسل الجلوكوز ده غبي الزمن وعطار. هناخد منه معلقتين، ولو مفيش عسل جلوكوز هننزل بعسل نحل، معلقتين عسل نحل. وهنبدأ نرفعهم على النار على غليان غلوة والتاني. وهنبدأ ننزل بنص معلقة كده واحنا مهديين النار. نص معلقة بيكنج باودر دي بتديها هساسة للسمسمية جميلة خالص. هنسمي بسم الله وننزل بيها. سنة الطريقة دي دخل في السوا، بس برضو احنا لازم نعمل له اختبار مع بعض. هنسمي بسم الله ونعمل له اختبار. هناخد جزء على مية ساقعة، هنجربه بالشكل ده. لما وصل المرحلة دي هو كده استوى. هنطفي على النار ونبدأ بالعسل مع بعض، وهنبدأ نقلب. أهم حاجة تقلبي بسرعة. بالشكل ده احنا جايبين العلب وهنبدأ أشكال كده جميلة. وهذا الشكل الجميل ده السمسمية طريقتها جميلة خالص ومميزة. شوفي قد ايه جميلة، شوفي قد ايه جميلة بتتكسر بسرعة. شوفي قد ايه زمان، قد ايه جميلة. أنا ما بعملش أي حاجة، لما أكون مجربها كويس بطلعها لكم عن تجربة. طريقة جميلة خالص ومميزة. عايزة الكل يجربها ويكتب لي التعليق عليها وأعرف رأيي فيها. كل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.